السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناة عالم آلاء المتنوع. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم بريوش قطني تحضريه للكوتي اولا الفطور. كيجي رائع ومقطن وكيجي الشكل ديالو روعه. كنتمنى الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس باش يبقى يوصلك كل جديدي، وتدعميني بالزر ديال لايك باش يوصل الفيديو لعدد كبير من الناس، وتبارطاجيه مع الحباب وصحاب باش تعم الفائده. ويلا نبداو بالمكونات وطريقه التحضير في نفس الوقت على بركه الله. غادي نخليكم مع الشكل ديال البريوش كيفاش كيجي، ومن بعد غادي نبداو في المكونات وطريقه التحضير ديال هاد البريوش ديالنا. واحد البول غادي نضيف كأس ديال الحليب دافئ وكأس ديال الماء دافئ، العبار بقياس الكاس ديال العنبة. ضفت نصف كأس ديال السكر سنيدة، السكر على حسب الذوق، ممكن نضيفو كأس. ضفت نصف كأس ديال الزيت النباتية. عندي هنا بياض بيضة والصفار غنخليه حتى الاخر باش ندهن به بريوش ديالي. ضفت هنايا واحد الفانيا، ممكن نضيفو قشور حامض او لا قشور البرتقال او لا النكهات على حسب الذوق. غادي نضيف هنايا واحد الملعقة كبيرة من خميرة الخبز او الخميرة حبيبات. كيف ما كتشوفوا غادي نضيف عليهم هنايا واحد رشة ديال الملح، ومن بعد غادي نجيب الدقيق. عندي هنايا واحد 5 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق اولا نصف كيلو بالضبط ديال الدقيق. غادي نبدا نضيف فيهم بالتدريج، ما كنضيفوش الكميه كامله دفعه واحده، كنضيفو بالتدريج. كيف ما كتشوفوا من بعد ما دخلت الكميه كامله اولا 5 الكؤوس ديال الدقيق كامله، هنايا راه دلكت العجينه فوق سطح العمل، دلكتها مزيان مزيان. العجينه كتكون كتلتصق في اليدين نوعا ما. كيف ما كتشوفوا ضروري خصنا نخليو العجينه مرخوفه باش ينجح معنا البريوش ديالنا ويجينا قطني مقطن. راها كتلتصق في اليدين كيف ما مبين لكم. غادي نجمع العجين وغادي نغطي عليها ونخليها تختمر. المره الاولى غادي نغطي عليها بالفيلم اليمونتير ونخليها تختمر. هاد العجينه هادي هزت لينا ديك 5 الكؤوس ديال الدقيق اللي وريتكم. ضفت عليهم كأس اخر، يعني 6 الكؤوس ديال الدقيق كيف ما كتشوفوا. ضفت كأس اخر ديال الدقيق. من بعد ما خمرات ليا العجينه من بعد نصف ساعه خليتها حتى تختمر. كيف ما كتشوفوا كنخويها من الهواء اللي فيها كيف ما مبين لكم. غادي نحط العجين ديالي فوق سطح العمل وغادي نبدا نشكل في البريوش ديالي اولا غادي نشكل كويرات وغادي نحطهم على جنب. هنا شكلت 11 كره او 11 بريوش. الحجم ديال البريوش على حسب نتوما قداش بغيتوه يكون. انا هنا درتو موين، درت 11 كره. غادي نشكلهم كاملين وغادي ندوز باش نبدا نشكل معاكم البريوش ديالي.
كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما شكلت الكريات كاملين غادي نجيب الدقيق باش غادي نخدم، وغادي نجيب المدلك. كنرش هنا سطح العمل بشويه ديال الدقيق، ما تكتروش غير شويه. وغادي نبدا نحل في العجينه ديالي بالمدلك. كيف ما كتشوفوا كنحلوها غير شويه، غادي نحلها على شكل يكون مربع، اولا كنربعوا العجينه ديالنا كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو، باستعانه بالدقيق كيف ما قلت لكم، باش كاع ما يتلصق لينا العجينه فوق سطح العمل. من بعد ما شكلتها على شكل مربع غادي نجيب هنايا الشوكولا، شوكولاته ديال الدهن. ممكن تضيفوا غير الكونفيتور اولا تضيفوا الشوكولات العادي ديال الكرواسه اولا العادي ديال 4 ريال اللي كيكون كيتباع، تقطعوه طروفه صغار. انا هنا تواجد عندي شوكولاته ديال الدهن ضفتها، ممكن تخليوها بلاش راه كيجي بريوش رائع. من بعد ما ضفت الشوكولات كيف ما كتشوفوا كنسد على هذاك الشوكولاته مزيان بالاصبع، وكندور العجينه ديالي. كي جبت هنايا القطعه ديال البيتزا اولا سكين اولا اي حاجه كنشرط العجينه كيف ما موضح لكم في الفيديو، وغادي نسدها من الطرف الاخير، وغادي ندور العجينه كيف ما كتشوفوا على شكل دائري، ونسدها من الجنب حتى كتشكل لينا بهذا الشكل كيف ما موضح لكم. كيجي الشكل ديالها رائع وما كتحلش لينا في الفران. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. غادي نعاود معكم واحده اخرى. كيف ما قلت لكم كنرشوا سطح العمل بالدقيق وكنحلوا العجينه ديالنا على هذا الشكل. من بعد ما حلينا العجين على شكل مربع غادي ندهن بالشوكولاته ديال الدهن ونسد عليها بالعجين. كناخذ القطعه ديال البيتزا كنشرط بها العجينه وكنسدها من الجوانب مزيان. من بعد كنسدها اولا كندورها وكنسد الاطراف كتجينا بهذا الشكل، وكنحطوها في صفيحه الفرن. غادي نكمل بنفس الطريقه ومن بعد غادي نرجع معكم. من بعد ما شكلت البريوش ديالي كامل كيف ما كتشوفوا وضعته في صفيحه الفرن، غادي نغطي عليه ونخليه يختمر واحد نصف ساعه. من بعد ما اختمر ليا البريوش ديالي كيف ما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالو، خليته تقريبا واحد نصف ساعه حتى اختمر. جبت هنايا واحد صفار ديال البيضه اللي خليناه في الفيديو في البدايه تاع الفيديو، صفار بيضه ضفت عليه قطرات من الحليب وغادي ندهن البريوش ديالي. غندهن ليه الوجه ديالو مزيان. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش البيض يقدروا يدهنوه غير بالحليب او لا يدهنوه بالماء حتى هو. ضفت هنايا البيض. من بعد ما دهنتهم كاملين غادي نجيب هنايا واحد الكميه من اللوز ايفيلي. كيف ما كتشوفوا ممكن تضيفوا كاوكاو ايفيلي اولا تضيفوا غير الزنجلان اولا تخليوهم غير هكاك. من بعد ما تخرجوهم عاد تزينوهم بشي حاجه. انا هنا ضفت لوز ايفيلي غادي نحطو على الوجه ديال البريوش ديالي، وغادي ندخلو الفرن اللي يكون سخون من قبل، شاعل عليه من الفوق ومن التحت، راه دغيا كيطيبوا دغيا في اقل من ربع ساعه كيطيبوا. من بعد ما طابوا ليا كيف ما كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم رائع، اللون ديالهم خطير خطير. غادي نغطيهم وغادي نخليهم حتى يبردوا. ضروري يا البنات مني نخرجوا البريوش من الفران خاصو نغطيوه ضروري باش يرجع عليه الصهد ديالو، كيزيد يرطاب ويولي مقطن. كيف ما قلت لكم هنايا زينته من برا، رشيت عليه غير سكر كلاصي
غبرته بالسكر كلاصي. ممكن تستغناو على هاد المرحله، اولا دهنوه بالناباج اولا بالكونفيتور باش يعطيكم ديك البغيون في هاد البريوش ديالكم. راه كيجي رائع البنات وكيجي مقطن كيف ما قلت لكم. غير تخرجوه من الفران، غطيوه ضروري ما تغطيوه حتى يبرد باش يرجع ليه الصهد ديالو وما يقصاحش. كيجي مقطن وكيجي رائع وكيجي لذيذ تحضريه للكوتي اولا الفطور اولا تحضريه لضيافك يحمر لك وجهك. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ولا عجبكم تشاركوا في القناه ديالي، دعموني بواحد الزر ديال لايك باش يوصل الفيديو لعدد كبير من الناس. كنتمنى تدعموني في القناه ديالي وتبارطاجيو مع الحباب والصحاب. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.